دابا من كيولي الطمع ديالك باش تاخذ كاس افريقيا كيوصلك لدرجه انك تضحي باللاعبين ديالك والمستقبل ديالهم، هنا كيسالي اللعب وكيبدا الاجراء. Les joueurs de l'équipe d'Algérie qui ont joué la Coupe du Monde en 86 et qui ont remporté la CAN en 90 reviennent dans l'actualité d'une façon tout à fait dramatique, puisque au moins 9 des joueurs de cette équipe ont enfanté des filles ou des garçons lourdement handicapés, que ce soit sur le plan physique. اليوم غنعاود لكم على قصة منتخب الجزائر مع المنشطات الدوباج وكيفاش تحول حلم التتويج للكابوس جيني خلصوا الثمن ديالو أبناء هاد اللاعبين. أجي نفهمك البلان في هاد المعلومة الغابرة. الزمان هو مارس 1990، المكان الجزائر العاصمة، والحدث نهائي كأس إفريقيا الجزائر ضد نيجيريا. في هذا الماتش قدر المنتخب الجزائري يربح ب1-0 وياخذ الكاس لأول مرة في تاريخه، وسط من فرحة هستيرية، ولكن هذه الفرحة كانت بداية معاناة هاد اللاعبين. القصة بدات قبل ما يدخلوا للدورة، فاش حكام الجزائر داروا واحد الخطوة كتطرح 1000 علامة استفهام. جراو على الطاقم الطبي الجزائري كامل وجابوا في بلاصتو طاقم من الاتحاد السوفيتي. Peu après, un entraîneur soviétique et son staff sont nommés à la tête de la sélection algérienne pour relancer la génération dorée. On avait dans notre staff médical des Russes, un certain Sacha Tabarchuk. وعلاش الاتحاد السوفيتي بالضبط؟ حيت في هذيك الوقت كانت هي أكبر دولة في العالم معروفة بصناعة وتطوير المنشطات اللي ما كانتش كتبان في التحاليل. واحد من هاد الأطباء كان سميتو ساشا، واللي كيف ما قالوا اللاعبين في تصريحاتهم من بعد انه كان كيعطيهم حبوب الوانيه مختلفه في كل وجبه، ومن كيسولوا ديالاش كيقول لهم فيتامينات ولا مغنيزيوم باش ما يعيوش وسط من الماتش. وهذا الشيء جا على لسانهم في الوثائق اللي نشراتو في فرونس 24 الفرنسيه، ولكن الحقيقه كانت صادمه. هذيك المواد كانت دوباج من نوع خاص كيضرب نيشان في الجينات ديال بنادم. Je me rappelle qu'ils nous donnaient à chaque repas des pilules jaunes. C'est comme des cubes de sucre, des fois carrés, avec des couleurs, des fois jaunes, des fois rouges. Ils nous disaient que c'était du magnésium ou je sais pas quoi. النتيجة هي الجزائر دات الكاس والجنرالات صفقوا، ولكن من موراها بأعوان بان الثمن الحقيقي. أكثر من 9 ديال اللعابة اللي شربوا من داك الفنيد ولادهم كاملين تزادوا بإعاقات ذهنية وجسدية. جمال مناد، قاسي سعيد ومحمد شعيب أساطير الكرة الجزائري اللي لقاو راسهم ضحية ديال النظام ضحى بصحة ولادهم غير باش يديو هذاك الكاس. قصة هذا الجيل الذهبي للجزائر بقات وصمة عار في جبين هذوك اللي فضلوا مصالحهم الشخصية واللقب على البشر. دابا واش كيبان لك ان هاد اللاعبين غيتسموا ابطال ولا ضحايا؟ خليو لي رايكم في التعليقات، وما تنساوش هنا غتسمعوا المعلومات الغابرة اللي ما غتلقاوهاش في كتوبة.